السلام عليكم بنات. بداية الفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لا أول ولا تالي راح نصور مقدمة الفيديو، يعني ما نصور الحديقة أو ما نصور السماء أو ما نصور الريوق عم تستفتح بيه الفيديو. فهاي المقدمة مال غير هذا، مال المقدمة مال غير هذا الفيديو حطيتها بهذا الفيديو، يعني لا تستغربون إذا جاكم فيديو وبهاي المقدمة. طبعا بنات هنا الساعة 11:30 راحوا ماما وبابا. هو شارع عام، الشارع العام بيه ماركات وبيه مخبر وبيه يعني تردون تلقون يبيعون بيه. هو اسمه شارع عام لان بيه سيارات، اني اسميه سوق. تمام. فايش راح اقول؟ راح ماما وبابا من 11 على مود يسوقون، فجابوا مخضر. تمام. مخضر، انتو تشترون مخضر كل اسبوع او كل شهر؟ تمام. احنا كل اسبوع، فجابوا مخضر اسبوعي وجابوا وياه دجاجة للغدا. ما تتخيلون شلون جاي امنتج بسرعة، شلون يعني احنا من الصبح طاقعدنا الكهرباء، بس ما توقعت، يعني مو بس ببيتنا، بالدربونة اللي بيها احنا كلها. تمام. البيوت ويانا كلها، بس ما توقعت الكهرباء من الصبح لحد الليل راح اظل. هسه اني منتجت الفيديو ساعة بالخمسة العصر، وهسه الساعة ب8، واني هسه يلا جاي اسولف بالمونتاج لان الكهرباء طاقة، الموبايل ما بيه شحن، والشبكة احنا ما عندنا شو اسمه شاحن شبكة، شو يسمونه. المهم بنات انا عندي هاي الدقايق الحق المنتج و... وانشر الفيديو ان شاء الله، ان شاء الله طبعا. تمام. اذا ما طفت علي يوصل الفيديو الباكر. المهم بنات انا ما جاي انقل لكم السلبيه، لا مجرد انا جاي اقول لكم شنو صاير وياي بالبيت. تمام. يعني انا اي شيء يصير وياي اقول لكم، فانتوا لا تحسبونها سلبيه هاي، لان ماكو بيت عراقي ما تطق بيه الكهرباء. وهنا بنات كانت الثلاجة شوية متوسخة، فأنا غسلت الثلاجة، بس ما صورت لكم وأنا أغسل بيها لأن كانت الكهرباء طافية والسحب طافي. فغسلتها وكملت صورت لكم، حتى ما صورت لكم وأني أعزل المسواق، صورت لكم وأني حاطة داخل الثلاجة. وهنا بنات مرحلة طبخ الدجاجة. هنا كل مرة دجاجة أنا أطبخها. تمام. بس هالمرة ماما طبختها مرقة حمراء، لأن الصراحة أني ما أحب المرقة الحمراء، حاشا نعمة الله طبعا، ولا قوية بيها. أنا الصفرة أنا كل مرة أنا أطبخ الصفرة. تمام. بس الحمرة طابختها له 3 مرات له 4، ما طابختها هواي، مو قوية بيها. تمام. لأن أنا المرقة الحمرة بس عند ماما أحسها طيبة، يعني بس عند ماما أحسها طيبة، أنا أطبخها مو طيبة. أما الصفرة أنا أحبها من الحالتين، من ماما أو من عندي، لأن الصفرة أنا مبدعة بيها، عارفة شلون أطبخها لأن أحبها. وبنات إذا قلت لكم كان طبخ ماما كلش طيب، أو كانت الطبخة اللي طبختها أنا كلش طيبة، أو عاشت ايدي، أو أنا هنا شوفوا ايش نظفت وشوف ايش سويت وشوف ايش شلت، لا عبالكم هذا غرور وتكبر بنفسي، لا بل أنا جاي أقول لكم شوفوا أنا سويت. أنا أعرف أطبخ مرقة الصفرة مثلا، أنا نظفت الحديقة وحدي. أنا ترى مو قصد تكبر وغرور، يعني خاف تفتهموني من هاي الناحية انتو بينكم وبين نفسكم، لا بس أنا جاي أقول لكم أنا سويت، بس تبقى كل شخص وطريقة كلامه. تمام بنات. فهنا درنا البهارات، وهنا درنا البتيتة. طبعا البنات هاي طريقة ماما بالمرقة الحمراء. تمام. فهي جابتنا وقالت لي اوقفي على مود هم تصورين المرقة، وهم البنات اذا ما يعرفون يطبخون المرقة الدجاج الحمراء راح يستفادون. وها بنات سؤال، اني ما اعرف بهاي المعلومة، يعني سألت اهلي حتى اهلي ما يعرفون بهاي المعلومة. الموسيقى اللي كل يوم اني احطها على الفيديوهات، تمام، هاي حرام لو حلال؟ اني ما اعرف، يعني ما اعرف، مو تاخذونها من عندي وعبالكم الموسيقى الهادئة حلال. انا مرة سمعت بنية تقول هيج موسيقى هادئة حلال. تمام. بس بعد اني ما ادري، اكو بنية قالت لي حرام.
هاي الموسيقى اللي تحطينها حرام. تمام. بنية قالت لي ما اقدر احط لايك لان انتي حاطة موسيقى، هذا اخر فيديو خلي عليها الموسيقى. قولوا لي عمود اذا حرام اشيل الموسيقى من عنده. اني احط هاي الموسيقى الهادئة كلش على مود اني ما اسولف على طول الفيديو، اخليكم تبعون ويا الفيديو موجودة الموسيقى لين ما يصير الفيديو صمتة. وقولوا لي عمود اذا حرام او حلال، الكم الاجر على مود اشيلها. وهنا بنات ماما حبست المعجون وحد الطاوة، وبعد ما انحمس جابته دارته فوق الدجاج وحمسته وبعد ويا الدجاج. تمام. ودارت ماي عليهن على مود راح نقبقها ونخليها تفور. وهنا التمن بزمتي العفو لازم ما يعبر فيديو اذا ما تسحق بيه راح امسح له لا خليه امسح له لا. وهنا بنات التمن على مرحلة التهدير، وبنات خاف يسمعون يمي وأنا جاي أمنتج صوت مال أغاني. طبعا الفيديو كتمت الفيديو هذا كله مخليته على طبيعته يعني كلش حلو، بس اليوم الصبح عرس معرف حنا عالجيران اللي بصفنا كلش وهم مشغلين MP3 صوته كلش عالي. تمام. فاستحرمت اخلي الفيديو على طبيعته بيغاني، وهسه هم جاي امنتج وهم بعدهم مستمرين بالاغاني اللي عندهم حنا معروف عرس والصوت كلش عالي مال الاغاني. وهنا بنات طقيت الحجاب مالي والرجلين مال الدجاج لقيتهم يرجون يذبونها، قلت لهم لا حرام خلي انطيها البزونة او تكرمون كلب. تمام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد وصلى الله عليه وآله أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر. وفي وصيته صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه. وهنا بنات صارت الساعة 12 وأذن اللهم صل على محمد وآل محمد، وجيت على مود أصلي صلاة الظهر. بنات طبعا اليوم هذا الفيديو مال اليوم خميس. تمام بنات اني كل يوم يعني صلاتي صلاة يعني وقت الصلاة العادي يعني مثلا 18 دقيقة يعني ربع ساعة صلاتي. تمام. بس ما ادري ليش من دون الايام العادية صلاة الخميس عندي تختلف كلش. اقرأ بيها قرآن واطول بيها كلش، تسبيحات فاطمة الزهراء عليه السلام او تسبيحات العادية واستغفار وحمد رب العالمين. فأنا سبحت من 10 الصبح بعد ما كملت صلاتي ومشطت وظفرت ورشيت عطور. فبين ما سويت الغداء ونظفت الثلاجة ورتبت المسواق أذن أذان الظهر، همات تعطرت ولبست محرابي ومصلايتي الجديدة. تمام. طبعا مصلايتي الجديدة ما أقصد مشتريتها جديدة، بس عندي من قبل قصدي هسه طلعتها. تمام. اني الخميس اغير المصلاية ورشيت عطور، رشيت القرآن الكريم عطر، رشيت محراب ومصلاية عطور. تمام. لان انا كل خميس اعطرها. وبنات ارجع اكرر واقول اعذروني على سرعة كلامي، لان تدرون ورا الكهرباء راح تطفى والموبايل راح يخلص شحن، فخليني امنتج بسرعة وانزله احسن ما يظل الباكر. بنات وهذا كان الغدا، كان تمن هندي، مرقة دجاج حمرا وخس ورارنج وخيار وبصل اخضر. بنات انتو تحبون مرقة الدجاج الصفرة او الحمرا؟ ومنو اطيب شخص ببيتكم يطبخها؟ بالنسبة لي انا احب الصفرة، واكثر شخص يطبخها طيبة مرقة الدجاج الحمرا ماما. تمام. لان ماما اختصاصها المرقة الحمرا، ما تسوي الصفرة هواي، اذا طبخت تطبخ الحمرا، انا اذا طبخت اطبخ الصفرة.
وهنا بنات كنا جاي نتغدى، وبابا كان يلقينا محاضرة قصيرة، كان يقول بابا دائما احمدوا ربكم وشكروه قبل لا تاكلون وسموه، لأن هذا الأكل وهاي العافية وهاي العيشة اللي عايشينها احنا العفو كله فضل رب العالمين، فانتوا دائما حمدوا رب العالمين. والله يعني كان نفسي اخلي الفيديو على طبيعته بس تعرفون كان اكو غناء. نسيت اقول لكم ما تغدينا داخل البيت، طلعنا بالحوش تمام، ما قعدنا بالحديقة، قعدنا بالحوش على الشمس لان كانت الشمس قوية فقعدنا بالحوش. وهنا بنات ما خليتها خلف الكواليس، لا خليتها بالفيديو الحقيقي. شفتوا الماعين؟ شفتوا هاي الماعين من طبخنا غدا تمام، فقمنا نجيب ونكوم وعلاليق مال مسواق وغسلنا الثلاجة طلعنا كل شي من داخله، فصارت هيجي. اني ليش اخلي لكم الفيديو بس وهي الغراض نظيفة؟ خليني اخلي لكم الفيديو على حقيقته تمام بنات، لان مو بس انتو صار عندكم هيجي، لا يعني همات. فسويت لكم هاي الحركة السحرية، غسلتهن وفتحت لكم الكاميرا. وهنا بنات حضرت برتقال تفاح على مود اقصصهن. وهنا بنات هذا الحب تمام، احنا من يفرغ مي ما شاء الله هو ياخذ مي، ياخذ هاي الدبة الكبيرة حيل، ما طلعتها بالتصوير تمام. فاحنا نغسله ونجيب الدبة نديرها بي تمام، ينترس ما شاء الله لان هو يشيل هواي. فهنا اني فتحته رويتكم ان ندير بيه مي. بنات إذا ملاحظين غيرنا مكان الحب، هو كان بنهاية الحديقة خليناه بداية الحديقة بصف الصبة. ليش؟ لأن قالت ماما مو زين على الفيل نطب ونطلع ندوس عليه، فالفيل شوي قام يموت ويابس خرب يعني ونص حيل، فماما قالت طلعوه هنا على مود ما ندوس على الفيل ما نطب ببطنه خليه يصحى شوية. فمنو خرناه حطينا هنا، اي والله يعني شفت شوية الفيل يعني صح، وصار لونه أخضر وشوية يعني تعدل مو نفس قبل من قد ما نطب ناخذ مي كل ساعة ندوس عليه، فصفط بالقاع وصار لونه أصفر، فغيرنا مكان الحب خليناه هنا. وهنا بنات جبت الصينية بعد ما قطعت الفواكه وخليتها بالماعون، واخذتهم على مود ياكلونهم. اني قصصتهن بس صورتهن ما اكلت من عندهن، ما اعرف نسيت لان كنت من شغلة عمود اروح الحق اصورها ما اكمل الشغلة.
وهنا بنات ب3 العصر ماما دزت كعك وقالت سوي شاي على مود ناكل الكعك وشاي. علقت شبيه ما أعرف يعني عصرية. وهنا بنات طلعنا بالحديقة لأن قلت لهم الأجواء أحلى والتصوير راح يصير أحلى وهناك دنيا باردة وأحلى. فبنات يعني بس صورنا الحديقة طبينا ما تحملوا يظلون بالحديقة. فصبيت بالحديقة صورت وبس طبينا بالأخير بالغرفة. فبنات احنا هاي الأكواب ما نطلعهن يعني صرنا هاي مشترينهم مخليهن هيجي بس شكل بالكاونتر ما نطلعهن. مرات نسوي بيهن قهوة البابا أو إذا أجانا خطار تمام يعني يسمونهن مال خطار. فسوت اختي راحت طلعت كوب من عندهن ما تدري فتحت الخانة مال الكاونتر حيل فوقع هذاك الكوب وانكسرت يته تمام. فاذا تشوفون هنا مكسورة يته هاي البارحة انكسرت يته لان اختي وقعته وهي ما تدري. وهنا بنات الساعة 5 المغرب تمام. كملت صلاة وكملت الصلاة ظليت محرى أبو خذ سبحته ظليت أسبح بالحديقة. فبعد ما كملت تسبيح قلت خلي أصور عمود أختم الفيديو بتسبيحي. جيت بالحديقة صورت وأنا أسبح. فبنات هاي نهاية الفيديو. نحب نختم الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كان فيديونا لليوم أتمنى نال إعجابكم واستمتعتوا ويانا. الله يحفظكم. باي باي.